اوعى تذاكر، اوعى تتعلم انجليزي. عندنا طريقتين عشان تتعلم انجليزي، حاجه اسمها learning انك تتعلم، وحاجه اسمها acquiring انك تكتسب اللغه. تعال ندي مثال. احنا قعدنا في المدرسه من اول حضانه لحد ثالثه ثانوي ذاكرنا كميه كلمات قد ايه مهوله. كل اسبوع حصتين بحفظ فيهم 20 كلمه. انا عمري ما هنسى وانا في ثانويه عامه لما كنت باخد يونت 1 lesson 1، كل lesson بيبقى فيه 20 كلمه، ففي اليونت ناخد مش اقل من 120 كلمه. سؤال بقى at the end ايه اللي حصل؟ هتخرج تلاقي الناس ما بتعرفش تتكلم. ده learning. ما هو الليرنينج؟ هي عمليه واعيه. الاكوايرنج بقى، الاكوايرنج هي عمليه غير واعيه. انك يعني ايه الاكوايرنج؟ انك تعيش حياه واقعيه بتتكلم واللغه بتيجي في النص. هرجع تاني لفكره ايه براكتسنج. دي العمليه اللي انت مش واعي وانت احنا دلوقتي احنا بنتكلم، احنا مش واعي. انا مش واعي لكل حرف انا بقوله، انا مش عارف انا بقول ايه. ده الاكوايرنج. لو انت عايز تاكواير اللانجوج هتتعلم انجليزي. على فكره انا دايما بقول سؤال بيتسال اتعلم انجليزي في وقت قد ايه؟ لو انت فاهم تتعلم ازاي 6 شهور تبقى ملك. 6 شهور بس دي وبس. بس دي صعب. الاربع خطوات اللي احنا قلنا عليهم هم ال4 خطوات، ما تعملش غيرهم.